السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزة أقول لكم إن كتر ألف خير كل واحد كتب لي كومنت جميل. ربنا يجازيكم كل خير وربنا يوسع علينا جميعا. ده كده شكل القلقاس الجميل. عايزة أقول لك إن أنا هعلمك النهاردة تعملي إزاي قلقاس تبقي أشطر واحدة بتعمل قلقاس. وعايزة أخلّي لِك إن القلقاس ده يبقى زيه زي سلق اللحمة بالضبط، ما تبقاش فيه أي مشكلة. بُصّي اللحمة دايبة إزاي، شايفة لون الخضرة حلو إزاي، أخضر كده غامق جميل والقلقاسة مستوية ودايبة دوب. حبّيت معاه كده حبّة رز بالشعرية ويالّا بينا على طول على الوصفة. إحنا على طول محتارين نغسل القلقاس والّا نمسحه بالفوطة. عايزة أقول لِك ما تفرقش أي حاجة. عايزة تغسليه اغسليه بس اغسليه كويس جدًا. هيحتاج منِّك ولا 10، 12 مرّة غسيل. عايزة تمسحيه بالفوطة امسحيه بالفوطة بس زي ما بتغسليه كويس، زي ما هتمسحيه بالفوطة كويس وتخلّيه زي الفل. ما تفرقش أي حاجة. الناس اللي بتقول لِك لأ بتفرق، لأ ما تفرقش أي حاجة. الاتنين زي الفل. الأسهل بالنسبة لِك اعمليه، ما تصعّبوش الموضوع على نفسكم. وزي ما أنتِ شايفة جِبت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة حلوة كده كبيرة من السمنة، وكمان شوية زيت عباد الشمس أو زيت ذرة زي ما أنتِ حابة. وتقدري تعمليها كلّها بزيت الذرة، تقدري تعمليها كلّها بزيت عباد الشمس زي ما أنتِ حابة. طيب أنا باعمل القلقاس السلق ده للوجبة الواحدة والّا ليه على طول؟ لأ أنا باعمله ليه على طول. ليه بقى؟ لإني أنا باعمل علبة سلق عندي في الفريزر واطلّعها كده مكعبات على قد كل وجبة. دي كده بتنفعني. يعني إحنا هنعمل السلق مرّة واحدة هتكفّيني طول السنة. بُصّي بقى، تجيبي بقى السلق كده زي ما أنتِ شايفة وقلّبي كويس أوي في السلق لحد ما لونه يغيّر معاكِ ويدّيكِ اللون الغامق الأخضر الغامق اللي هو داخل على زيتي. واوعي يتحرق منِّك وأنتِ شغّالة فيه وأنتِ بتقلّبيه. إيدِك ما تتسيبوش لحد ما يوصل معايا للدرجة دي. أول ما يوصل للدرجة دي وتلاقيه كده بيخرشف معاكِ، تجيبي كده معلقة التومة الحلوة وتقومي على طول مقلّباه مع بعضه. وخلاص كده طفّي عليه بقى يهدي. وبعد كده تقومي جاية مشغّلة الكبة وضاربة كل الكلام ده في بعضه. شايفين لمّا جيت عملت السلق كان ملوي الطاسة إزاي؟ كانت الطاسة كلّها مليانة سلق. بُصّوا بقى أنا بعد ما باحمّره بيبقى شوية صغيّرين إزاي. عشان كده ما تستكتريش السلق. السلق ده بيطمُر كده وبيبقى حبّة صغيّرين جدًا. كبّتِك الحلوة وقومي على طول منزّلة السلق بتاعِك بعد ما اتحمّر. أنا باورّيكم إن صوته بيخرشف، يعني معنى كده إن هو وصل معايا للدرجة المضبوطة. أول ما تسمعي كده صوت أنا باتَّك عليه وباسمّعِك صوت الخرفشة. أنا طبعًا ابتديت إن أنا ألغي الصوت لسبب إن ولادي كانوا بيعيّطوا وأنا مش عايزة أعمل لكم إزعاج. لكن أنا باورّيكِ إن هو لمّا بيوصل لمرحلة الخرفشة إن أنتِ تسمعي صوت كده يبقى هو كده معاكِ مِيّة، مِيّة. اضربيه بقى في الخلاط وهيبقى معاكِ زي الفل. خلاص كده ضربته. بُصّوا بقى شايفين اللون تحفة إزاي. طبعًا ضربته على كذا مرّة علشان خاطر الكبة زي ما أنتم شايفين صغيّرة. بُصّوا بقى اللون، آدي العلبة أهي بقت عندي. طيب أعمل إيه بقى تاني؟ على طول، على طول أدخّلها بقى الفريزر وأعمل وقت ما أنا عايزة أعمل. طيب بعد كده هنعمل إيه، زي ما أنتم شايفين كده. بصلاية متفصصة وكمان معلقة توم وحطيت اللحمة شوحتها وجبت كده مَيّة مغلية وسايبة اللحمة بتاعتي تستوي. طبعًا كنت مقطعة القلقاس ومجهزاه. أنا باعمل إيه، ب ب باعمله زي بالضبط السلق واحطه عندي في أكياس في الفريزر. ده كده أنا اللي مجففاه وإن شاء الله هانزّل لكم طريقة تجفيفه. واحطه عندي من السنة للسنة ما يجرالوش أي حاجة. أظني شايفين اللون تحفة. والأكياس أهي أكياس التلاجة اللي أنتِ بتخزّني فيها كل حاجة. أنا باعمله من السنة للسنة واسيبه عنده في الفريزر. أديني كده كإني بالضبط باسلق لحمة.
عطيتها تشويحة بالبصل والثوم، وعلى طول نزلت عليها بالمية المغلية، ولما دخلت خدت كده 3/4 سوا، نزلت عليها بالقلقاس المجمد اللي أنا عاملاه، لإن القلقاس اللي أنا باجففه باجيبه في أوانه وأقطّعه وأفرّزه وأدخّله في الفريزر ما بياخدش وقت معايا، دي العلبة اللي أنا عملتها عملت فيها السلق، هناخد كده معلقة كبيرة كده وأحطها فيه، طبعًا السلق أنا محمّراه بالتوم، محمّراه بالكزبرة، مخلّياه زي الفل، وشوية ملح وشوية فلفل، سيبي بقى كلّه ياخد ويدّي بشكل وِدّي مع نَفْسه، أنتِ كده تعتبري خلاص القلقاس بتاعِك جِهِز وزي الفل. ادّي له بقى تقليبة وغلوتين وطفّي عليه وبالهنا والشفا، عملنا قلقاس في وقت قياسي.